ايه يا بطه يا وزه يا حلوه انتي وهي النهارده، يا رب دايما بخير. اول حاجه ببارك لكل طلبه الثانويه العامه، الف مبروك، الف الف مبروك من قلبي بجد. واللي ما حلفوش الحظ مش مشكله، مش عيب ولا غلط ان البني ادم يغلط، لا ان شاء الله هيحالفك الحظ. بس ده بيبقى تعليم للبنت او للولد ان انت ما كنتش بتذاكر فتتك على نفسك شويه في المذاكره. هنا بقى انا جبت ايه معايا؟ جبت كوبايه وربع كده من الميه، وحطيت عليهم كوبايه من النشا، وهبتدي اقلبهم كويس جدا جدا. عايزه ادوب النشا على قد ما اقدر. ما تنسيش بقى يا بطه يا وزه يا حلوه انتي وهي، لو اول مره تشوفيني تعملي لايك للقناه وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد على قد الايد. بحبكم في الله، اخواتي وصحابي وحبايبي، وكل من بيشجعني في كلمه حلوه فوق راسي، وبحبك فعلا في الله. هنولع بقى النار بعد ما دوبنا كده النشا خالص زي ما انتوا شايفين. هنا بقى يلا بينا، ادي النشا بتاعنا ابتدى يجمد كده زي ما انتوا شايفينه. هجمع كل الطاسة كده اهو بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفين، حاجة حلوة جدا. بصوا احنا هنعمل حاجة. الناس دلوقتي هتفكر ان انا هعمل تومية. هو ميكس كده بين التومية وبين المايونيز. هو زي الصوص كده يتعمل بطريقة، هو انا عاملاه بطريقتي انا بقى، كل واحد طبعا وطريقته. بس انا جامعة كده شوية حاجات مع بعض، ميكسات حلوة جدا جدا كده مع بعض. هتعجبكم قوي ان شاء الله، هيبقى صوص حلو قوي. لبرجر، لشاورما، لايه تاني، لكبده، لاي حاجه بقى انتوا تحبوها. بقى كده حطيت النشا بتاعي في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين اهو بعد ما جمد خالص نهائيا. وهعمل ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب زبدايه حلوه كده صغننه اهي ونحطها على النشا بتاعنا. انا حطيت زبادي الاصدقاء، انت حطي اي حاجه انت متوفره عندك او اي حاجه انت بتحبيها. وكمان هنحط بقى معلقه من الثوم كمان على الزبادي والنشا، معلقه صغيره كده من الثوم المدقوق دقها في الهون. هننزل كده بمعلقه من الخل الابيض كمان، وما تكتريش في الخل، كفايه معلقه واحده بس. بقى كمان هنحط رشه من الملح كده صغيره زي ما انتوا شايفين. ويبقى كده حطينا كل المكونات في الخلاط. نبتدي نشغل بقى الخلاط بتاعنا ونضرب كل ده كده مع بعضه. بقى كده شغلنا الخلاط وهنبتدي ان احنا نضرب كل ده. الخليط لازم يشتغل عليه الخلاط كويس جدا او تضربيه كويس جدا على قد ما تقدري. تمام تمام. هنجيب بقى ازازه الزيت بتاعتنا وناخد منها بالظبط كده بتاع 4 معالق زيت، يعني ربع كوبايه بالظبط من الزيت. هننزلها على الخليط بتاعنا وبرضو هنشغل بقى الخلاط وضرب مبرح. يعني لازم كله يتخلط بصوا مع بعض كويس قوي. هو بالظبط كده ربع كوبايه من الزيت او زي ما انتوا شايفين كده، ونشغل الخلاط تاني ويبتدي نضرب الخليط بتاعنا كويس قوي قوي. هنا بقى كده اللهم بارك، بصوا الحلاوة، بصوا الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله. حلوة جدا جدا. بصوا القوام بتاعها حلو قوي قوي القوام دوت. ده بقى ايه؟ مزيج بين الزبادي والنشا، يعني تومية على مايونيز فيها خل، فاهميني؟ يعني خلطة كده حلوة قوي، بيبقى صوص حلو جدا جدا. بقى كده رشيت رشة بابريكا صغيرة على الوش تديله شكله حلو كده. بصوا وبالبطاطس بقى كده حاجة تحفة، طعمها حلو جدا جدا. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.